أول تعادل وأول تعثر لبرشلونة في هذا الموسم. برشلونة في هذه المباراة عانت دفاعيا وهجوميا، والدليل على كلامي هو أن رجل المباراة كان هو الحارس غارسيا، لأن الدفاع كانت برشلونة تعاني، وفي الهجوم أيضا عانت لأن الهدف كان من ضربة جزاء خيالية لبرشلونة سنتحدث عليها في هذا الفيديو. اليوم برشلونة قلنا لعبت مباراة أمام رايو فايكانو في ملعب رايو فايكانو. هدف الأول كان لبرشلونة وجاء بعدها التعادل لرايو فايكانو من ضربة ركنية، وهدف رائع لرايو فايكانو. وفي الأول سجل اللاعب لامين يامال من ضربة جزاء. قلت عانت برشلونة في الدفاع وفي الهجوم، لأننا في غالب الأحيان كنا نشاهد رجل المباراة هو رافينيا أو لامين يامال، ولكن هذه المرة رجل المباراة هو غارسيا حارس برشلونة، لأن غارسيا عانى في هذه المباراة.